محمد هاني. مارسيل كولر استقر على استمرار وسام ابو علي في التشكيله الاساسيه لنهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي. السويسري يناقش البدء برضا سليم في التشكيله الاساسيه للاهلي في نهائي دوري الابطال امام الترجي يوم السبت المقبل. وكولر يمنح كهربا فرصه في مواجهه اياب نهائي دوري الابطال بعدما غاب تماما عن الظهور في اللقاء الاول. وتألق كريم فؤاد في اداء واجبات الظهير الايسر في تدريبات الاهلي الاخيره والنزعه الهجوميه الكبيره لدى اللاعب تسبب في ارتياح لدى مارسيل كولر قبل اياب نهائي دوري الابطال. والفحوصات الطبيه تؤكد حاجه محمد الضوي كريستو اسبوعين على الاقل قبل العوده لتدريبات الاهلي الجماعيه مجددا. اجتماع مرتقب بين الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط ومارسيل كولر بعد نهائي دوري الابطال لمناقشه عده ملفات تخص الموسم المقبل، سواء احتياجات الفريق او ملف الراحلين او ملف اللاعبين الاجانب، والذي سيكون به تعديلات كبيره وذلك قبل توجه المدرب الى بلاده. جماهير الاهلي تجعل الصحف العالميه تصنف نهائي دوري ابطال افريقيا بالاقوى عالميا هذا الموسم. الصحف قالت ان مشجعي الاحمر سيجعلون اجمالي الحضور 110,000 متفرج ذهابا وايابا، وهو رقم غير مسبوق. محمد هاني قد يغيب عن مباراه الاهلي والترجي بعد تعرضه لاصابه في المران الاخير. وكولر يدرس الدفع باكرم توفيق في مركز الظهير الايمن مع ضم قفشه لثنائيه امام عاشور ومروان في الوسط. الاهلي يرسل دعوه رسميه الى سيد عبد الحفيظ لحضور نهائي افريقيا يوم السبت المقبل. وكوكا سيكون ظهير الاهلي الايسر امام الترجي في نهائي افريقيا تعويضا لغياب علي معلول. وكولر يثق تماما في